ريالكم يعود من جديد ويضرب بثلاثي. ريال مدريد يتعافى، وأين؟ في ملعب الصناميس، في واحد من أصعب الملاعب الإسبانية، في واحد من أعقد الملاعب الأوروبية. ملعب صعب جدا أن تأخذ منه النقاط الثلاثة. لكن ريال مدريد اليوم بعد تألق نجمه المدلل الفرنسي كليان بامبي الذي عادة ما يتألق مع ريال مدريد، اليوم تألق وسجل ثنائية، ثم الثلاثية أضافها الفرنسي الآخر كامافينغا. ريال مدريد اليوم أداء ونتيجة مباراة متكاملة. ربما يتفق مع البعض أو الكل أن هذه أفضل مباراة يقدمها ريال مدريد هذا الموسم أداء ونتيجة. ثنائية أرنولد مع كليان بامبي كانت ثنائية رائعة جدا، لكن مع الأسف اللاعب الإنجليزي تعرض للإصابة وغادر أرضية الملعب. كذلك كاريراس قدم واحدة من أجمل المباريات، الانسدادات، دفاع، الهجوم، وخاصة المراوغات التي كان يقوم بها والانسدادات نحو الهجوم. لاعب قدم مباراة كبيرة مع ريال مدريد اليوم في ملعب، كما قلت، في ملعب معقد. ريال مدريد اليوم كرة القدم تدرس، وهذا ما رأيناه على ملامح وجه المدرب ألونسو. تشافي ألونسو بعد نهاية المباراة بوجه يفسر الكثير ويوضح أن المدرب كان يعاني الكثير من الضغوطات النفسية بعد المباريات السابقة والنتائج السيئة التي كان يحققها ريال مدريد، تعادلات وخسارة في دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، ثم تعادلات في الدوري، 3 تعادلات على التوالي. فكان هناك كم هائل من الانتقادات ومن الضغوطات على المدرب. اليوم تنفس الصعداء، لأن خسارة اليوم أو تعادل اليوم، أي تعثر كان اليوم، كان ربما سيعجل بإقالة المدرب، وأنها ستكون الفرصة الأخيرة للمدرب تشافي ألونسو. لكن بعد هذا الفوز والأداء المقنع، نحن لا نناقش الفوز فقط، لا، اليوم ريال مدريد قدم مباراة متكاملة من جميع النواحي، من جميع الأطراف، دفاعيا، هجوميا، حتى في وسط الميدان، بوجود كامافينغا إلى جانب تشواميني مع بيلينغهام. كان وسط قوي جدا، وسط متفاهم، وسط متلاحم. لذلك ريال مدريد حققت نتيجة إيجابية ويصعد للمركز الثاني ب 36 نقطة، فيما برشلونة المتصدر بنقطة واحدة 37 نقطة. وهناك مباريات كثيرة، نحن لازلنا في نصف الموسم لم ينتهي، بعد نصف الموسم لم ينتهي، لا زال هناك الكثير من المباريات. نتمنى أن تكون هذه عودة لريال مدريد، وأن هذه المباراة يتعافى ريال مدريد من النتائج السيئة السابقة، وتكون هذه الانطلاقة الحقيقية لريال مدريد نحو الدوري وكذلك دوري الأبطال. لم يحسن أي شيء، الليغا لا زالت في الملعب، لا زال هناك الكثير من المباريات في الجولات القادمة، كذلك في نصف الموسم لا زال هناك نصف موسم آخر، لأن على ريال مدريد إذا كان يريد الليغا فالمباريات لا زالت أمامه، وأن الفرصة لا زالت أمامه. هناك كلاسيكو قادم. برشلونة يوم أمس فازوا على أتلتيكو مدريد بثلاثية لهدف، لأن أتلتيكو مدريد أضاعت كم هائل من الفرص السانحة للتسجيل، فيما برشلونة لعبوا بكل قوة من أجل انتزاع الصدارة بعيدا عن أخطاء الحكم التي كانت كارثية يوم أمس. لكن رغم ذلك برشلونة قدموا مباراة، لعبوا مثل الرجال بهذه اللغة، بهذه الدرجة، لعبوا رجال على أرضية الملعب واستحقوا الفوز. لماذا؟ لأن لاعبو أتلتيكو مدريد تفننوا في إضاعة الفرص الصالحة للتسجيل أمام المرمى. لذلك برشلونة لم يضيعوا تلك الفرص، الفرصة التي تأتي للاعبي برشلونة استغلوها وسجلوا في شباك أتلتيكو مدريد الذين لم يكن يستحقوا لا التعادل ولا الفوز، لأنهم أضاعوا الكثير. وبذلك تظل عقدة أتلتيكو مدريد وعقدة سيميوني الذي لم يفوز في حياته داخل كامب نو. سلام.